الملل الملل والملل 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 وعاوتاني الملل وتقصينا والملل واش صيروا دغيا وعاوتاني الملل عاوتاني الملل عاوتاني الملل واخا الصيف الملل اخويا الملل عاوتاني الملل عاوتاني الملل عاوتاني بعدا فرنسا عاوتاني راحو كرهتشرا بزاف هادشرا ولا تعدو هادولا ولاو جابا باريتا هادولا ولاو طاغوت هاد فرنسا عاوتاني جو الصير عاوتاني قصونا وولات القحا جو الصير اخويا ملي جا زيد ولا كنتسنى نهار الخميس وعندنا العديان سيدي ربي عندنا العديان لا السنغال لا الجزائر لا مصر لا تونس عندنا العديان سيدي ربي ما حنيتيش فينا عندنا العديان سيدي ربي عندنا العديان كنا باغي نربحها سيدي ربي اش غندير دابا انا اش غندير دابا مابقى عندي ما يدير دابا الملل دابا كنا بغينا نبقاو دايزين في المونديال ولكن اللي عطا الله عطاه ماضي تدخل اخويا خسرنا خاسرين بجوج صيرو ناري الدولة كانت بشة غدا تخويشة عاوتاني ناري غدا تخويشة نبرد بزيزلاتي اخويا نبرد بزيزلاتي ما كنتش كنتوقعها بريمي ميطا كانت غدا زوينه اخويا بريمي ميطا كانت الدولة كانت غدا بشة تنصف جسيم ضربة حرة بسرعة حكيمي في التنفيذ مرابط عيناوي يمشي بيدي طالبي يحاول يدخل يوسط الميدان ترجع مرة أخرى لنايل العيناوي شوف الفرنسيين الآن في الحالة الدفاعية كيف يغطوا المنافذ كيف يخلوا البناء الهجومي الصعب لرفقاء العيناوي في وسط الميدان العيناوي مرة الكرة مرة أخرى لفائدة حكيمي جسيم في وسط الميدان على استلام عن طريق العيناوي يلا شوية جرأة المراوغة ممتازة وحكيمي في العرضية لا زالت رحيمي داخل منطقة الجزاء حاول يمرر مغربية في محاولة المرور رابيو يغطي والمرتدة الفرنسية الآن شوف سريع جدا الفرنسيين باركورا ينتظر أوليسي باركورا 1-2 باركورا دخل باركورا أول اختراق من باركورا في الجهة اليسرى من الجهة اليسرى شوف الإعادة تلقى الكرة في الدار مرت هذه على مرابط بطيء في اللقطة الماضية خلى باركورا يمشي لوحده هي العرضية لكن بعد ذلك تتحول إلى ركنية ديمبلي في التنفيذ ديمبلي يلعب الركنية أوليسي تمشي لي رابيو يراوغ يمرر من جديد كرة فرنسية كانوا تحضير بعد ذلك زايد إمري يمشي لكاتينيا فكرة لوكا ياسين بعد ذلك هذه نفس النتيجة اللي سجلها المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 طبعا هناك لازلت أتذكر تلك المباراة في ملعب البيت الأيقوني كرة في وسط الميدان
تمشي مرة أخرى. ممثل الكرة الإفريقية الوحيد في دور الربع النهائي حاول مسيرة إيقاع الفرنسيين. يا سلام، مراوغة أولى، مراوغة ثانية. أوناحي لمن يلعب الكرة لمرابط، يفتح على اليمين، مرر على اليمين، بالفعل وصلت حكيمي. جسيم عادت إلى أوناحي، جسيم في الاستلام، جسيم يتقدم، جسيم غادي يراوغ، جسيم لا زال يحتفظ بها. عندك أوناحي، نعم استلمها أوناحي، جسيم مجددا، جسيم هل يرفعها؟ نعم العرضية لا زالت الكرة يتغير مسارها مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. العد العكسي لنهاية المباراة، 2-0 للفرنسيين. 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. نحاولوا يا شباب، نحاولوا تقليص الفارق. هذه الكرة توصل لزكريا الواحد البديل والصافر. نعم، تنصف المغرب من خلال الضربة الحرة في يد الأدنى. تقول المباراة حسمت، أنا نقول لك بأن المغرب سيحاول، المغرب سيهاجم، المغرب نعم سيحاول تقليص الفارق. بينما الإعادة طبعا أنت يا عيسى يا ديوب خليت مسافة بينك وبين مبابي، خليت مسافة بينك وبينه، وبالتالي مسافة كانت كافية لمبابي أنه يسدد في الزاوية البعيدة. أشرف حكيمي إذا يسعى لتنفيذ الضربة الحرة. هذه أشرف. أوه، دفاعي يتدخل، الدفاع يخرج كرة، لا زالت مغربية. أوناحي، مرابط، مزراوي، حكيمي مشى على اليسار، مراقب من كوندي، حكيمي راوغ، حكيمي مرر، أوناحي في وضعية التسديد، أوناحي غلقوا عليه المجال، لا زالت أوناحي والحكم صفر خطأ بالفعل. الحكم رجع للتدخل، يمكن فعلا كان في تدخل من الرابي، وفي حق أشرف حكيمي. هذه الإعادة نعم تدخل واضح، وهذه فيها بطاقة صفراء للرابي. حكيمي إذا يسعى لتنفيذ، ستكون مرفوعة تسدد مباشرة. أشرف يمرر الكرة، أوناحي سدد. مليون يتصدى لكرة عزتين أوناحي. هذه الإعادة، هذه في وسط المرمى، الذي توقع مليون. أوناحي ضغط قوية للمنتخب المغربي. أوناحي حاول تطبيقها للركنية، ضربة مرمى، حكم يصفر ركنية من جديد للمنتخب المغربي. هذه الإعادة، هذه التسديدة الماضية. طبعا تذكر نسبيا الفرص كانت أكثر للمنتخب المغربي لو تتذكروا، خاصة بقصية اليميق اللي ضربت في القائم، لكن هنا فرص أقل. ركنية من جديد للمنتخب المغربي. إذا إشارة القيادة، إشارة العمادة تمنح لمينيون أو ترجع لمينيون. إذا ستلعب ركنية، وأشرف حكيمي يعلي كرة. أشرف مرفوعة راسية مرة جانبا. العيناوي كان قريب، يقلص الفارق، نفذ بشكل ممتاز يا حكيمي.